بتطوان دائما تواصل روابط المشجعين تحضيراتها عبر إعداد تيفو مشترك بين أولترا ماتادوريس وسيمبري بالوما لصنع الحدث، وذلك في مدرجات المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. عودة إلى يوسف سهيلي وعثمان مواضع. لوس ماتادوريس أو مروضو الثيران معظمهم قادم من أحياء جامع المزواق وجبل درسا والإشارة. تزايدت أعداد المنتمين إلى هذه المجموعة مع مرور السنوات وتطور أداؤهم بشكل ملفت. زينوا الكورفانو في مناسبات عديدة، لكن المناسبة اليوم تختلف كلية عما سبق. شهر من الإعداد لمباراة الأربعاء، المجموعة تعدنا بلوحة فنية استثنائية. كنتاخذوا السريه اهم حاجه باش المسائل يعني ما كتخرجش الى النطاق ديالها، باش كيبقى ديك شي مفاجاه للجماهير كافه، وان شاء الله كنوعدوا الجمهور المغربي ان شاء الله ان نشرفوه. في ركن آخر من أركان المدينة، فصيل آخر من الأنصار، سيمبري بالوما، مجموعة نشأت في حيسان يترمل بالقرب من مقر النادي. كان ذلك سنة 2006. تحتل المجموعة المدرج الشرقي المكشوف، أعضاؤها وأتباعها لا يقلون إبداعا عن زملائهم في الفراج الشمالي، مساندة لا مشروطة وحب جارف للماضي. ما بين لوس ماتادوريس وسيمبري بالوما قاسم مشترك، وهو مساندة الفريق في حله وترحاله. واليوم جاءت فرصة تكثيف الجهود وتنسيق الخبرات. المجموعتان اتفقتا على إنجاز تيفو مشترك بينهما يزين الجهة الشمالية لمركب الأمير مولاي عبد الله، فلننتظر ونرى.